السلام عليكم ورحمة الله. تعادل نادي الزمالك مع الداخلية في استاد السويس في الجولة 28 من الدوري، كلها ماتشات 5 6 ماتشات والدوري يخلص، ونادي الزمالك في المركز الرابع وشكلنا مثبتين على الرابع. بيراميدز وفيوتشر بيكسبوا ويتعادلوا وفي العلالي، وانت بتنزل. بدل ما كنا بنقول في بداية الموسم يا رب ناخد الدوري، بقينا في نص الموسم بنقول يا رب نبقى مركز تاني، ودلوقتي بنقول يا رب نبقى مركز تالت او رابع. ليه يا جماعة؟ هو ده نادي الزمالك؟ ماتش نكسب، ماتش بنتعادل، وماتش بنخسر، هو في ايه؟ هو العيب في اوسوريو، ولا العيب كان في فريرا، ولا العيب فينا، ولا العيب في اللعيبه؟ انت كسبان 1-0، في جزء من التحكيم ضيعك النهارده. اولا، كرة سيف الدين الجزيري الجون التاني جون، مفيش فيها اي كلام. وكمان الفار ما عادهاش ليا عشان يقنعني ان هي ضربة جزاء، ان هي مش جون. الفار ما عادهاش ليا وجاب لي خط علشان اقتنع. لا، هو انت على طول في لحظه كده اتحسب التسلل، الرايه اترفعت، البنا حط ايده على ودانه، اللي ما عرفش اصلا من يوم ماتش السوبر ما توقفش. هو الحكم عبد الرازق يتوقف في ماتش الزمالك؟ شفته؟ التعريض في مصر وفي الكوره كتير وكبير، وقرفنا من اللي بيحصل. لعيبه الزمالك تستحمل 90% من الخساره، وال10% يستحملها الحكم. 10%. جون الجزيري لو كان اتحسب كانت النتيجه 2-0 وفرقت معانا، وكان ممكن ضربه الجزاء اللي زيزو انا مش فاهم في ايه. زيزو مش فاهم في ايه. دي الضربه الكام يا زيزو انك تضيعها؟ يا سيدي ما عدتش قادر، او دماغك مش فيك في ضربات الجزاء، في حد تاني ممكن يدخل. حد تاني ممكن يدخل. ما خلاص ما ثبتتش او اتختمت ان زيزو هو اللي يشوط ضربات الجزاء. احنا بندعمك في حاجات كتير، وعارفين انك لاعب كبير ولاعب استثنائي، وعملت معانا موسم استثنائي وافضل لاعب في الدوري حتى هذه اللحظه، رغم ان الزمالك مش كويس. وعارفين انك احسن لاعب، بس فيها اوقات لازم تريح فيها، لازم تميل فيها عشان ميبقاش منظرك وحش. لكن يا زيزو ضيعك لضربه الجزاء، دي كارثه. كارثه يا زيزو. اوسوريو بقاله كام ماتش معتمد على خطه بيكسب بيها بالعافيه وبيتعادل وبيخسر، بيكسب بالعافيه وبيتعادل وبيخسر. فانا مش فاهم يا اوسوريو، انت هتفضل مقتنع بالتشكيله ديت؟ 3-4-3. الخطه دي اللي كنت بطلبها السنه اللي فاتت مع فريرا، مع لعيبه معينه، وكانت لعيبه رجاله في بدايه الموسم. ولكن انت دلوقتي ما عادش عندك غير حسام عبد المجيد مدافع، الزناري وشبانه وعبد الغني. عبد الغني مصاب، شبانه مصاب. طب انت عندك بره الزناري، طب ما تلعبه جنب حسام عبد المجيد والعب ب 4-3-3. يا عم العب ب 5-3-2. طالما شايف الداخليه عمال داخل في الملعب كده. انت الاسماعيلي شوف كان عامل معاك ازاي، والداخليه النهارده عامل معاك ازاي، وبروكسي كانت عامله معاك ازاي. انت دفاعك مخترق. احنا ما عندناش خط دفاع ولا عندنا خط نص. احنا في كارثه. اقسم بالله احنا في كارثه ما حاسين بيها. الزمالك وضعه في كارثه. مش عارفين نكسب ماتش، وبنكسب بالعافيه، وعندنا دفاع زباله. ما عندناش دفاع. والله ما عندنا دفاع. وبتخترع لي بتشيل حمزه المسلوسي من الدفاع بترمولي في نص الملعب ليه؟ دماغك راحت فين؟ دماغك فين؟ مدحت عبد اللي جنبك هو واحمد مجدي بيعملوا ايه؟ يعني ما تهبلونيش. والله ما تهبلوني. عندك مشكله، انت عندك بره محمد طارق جاي من الزلولي امتى؟ من الزلولي امتى؟ عندك لاعب بره اسمه عبد الله محمد ما بيتلعبوش ليه؟ الواد ده جميل، كنت تنزله بدل شيكابالا، احس بفرق بالملعب. ما بداتش ليه بمحمد طارق جنب حسام عبد المجيد طالما مش مقتنع بالزناري؟ ما نزلت السيف جعفر ليه؟ ليه معتمد على رؤى في نص الملعب؟ مش فاهم ليه معتمد على رؤى بشكل اساسي في نص الملعب. والله احنا في كارثه، اقسم بالله احنا في كارثه وما حاسين بيها، وهنحس بيها لو نهينا الدوري ده خامس او سادس. لو نهينا الدوري خامس او سادس. احنا كنا بنقول يا رب نلعب دوري ابطال عشان يبقى منظرنا السنه الجايه نلعب في دوري الابطال ويبقى اسمنا في مركز تاني وحاجات كتير. لكن دلوقتي انت هتلعب في الكونفدراليه بالعافيه. اقسم بالله بتلعب في الكونفدراليه بالعافيه. ده لو لعبت كونفدراليه كمان حرام، بجد حرام. لو مش قد النادي امشوا.
لو اوسوريو مش قد الفريق يمشي. في كلام سواء كذب او حقيقه ان الزمالك بيفاوض موسيماني. يا رب موسيماني يجي، والله يا رب موسيماني يجي، انا عايزه يجي. سواء الخبر ده كذب او حقيقه انا عايز موسيماني يجي باي شكل من الاشكال. مدرب كبير، والله مدرب كبير ومدرب بطولات. كارتونو اللي كنت بشتمه عشان هرب وكنت ضده في رجوعه في المره الثانيه، بس كارتونو مدرب عارف يعني ايه بطولات، وعارف يعني ايه ماتشات معينه بيقدر يكسبها. عارف يعني ايه بطولات، وعارف يعني ايه ماتشات معينه بيقدر يكسبها. لكن انا الوضع ده على الله. انت الماتش الجاي هتلعب طلائع الجيش يوم الثلاث. الاهلي هيلعبوا الجمعه وانت هتلعب الثلاث. الاهلي هيكسب طلائع الجيش. الاهلي هيكسب طلائع الجيش. الاهلي لو ما كسبوش كوره هيكسبوا تحكيم، واحنا عارفين ده كويس. بس انا هركن التحكيم على جنب. الاهلي السنه دي بيلعب كوره كويسه. ومروان عطيه اللي فريرة اختاره واللي ما عرفتش تجيبه شايل نص ملعب النادي الاهلي. والسوليه قعد له دكه، وحمدي فتحي قعد له دكه، وديانج في اوقات بيقعد له دكه. لما جيت تعوض غياب طارق حامد ما انتش عارف تعوض غيابه بصفقات فاشله، بصفقات واقعه. وشلبي ماتش يبقى حلو وماتش يبقى وحش. انا مش مقتنع بولا لاعب في نادي الزمالك. اقسم بالله انا لو مسؤول في نادي الزمالك لمشي الفرقه كلها. اقسم بالله انا لو مسؤول في نادي الزمالك لمشي الفرقه كلها. وفي لاعيبه دلوقتي قعدها معد خليها تلمس كوره. اقسم بالله كمان مره لو انا مسؤول في النادي لاخلي لاعيبه دلوقتي ما عادت تلمس كوره لنهايه الموسم. احنا عندنا لعيبه بتلعب عشان الفلوس، مش عشان النادي ولا عشان الجمهور. التيشيرت اللي عليه خطين ده اعلى منك وانضف منك مليون مره. انا بهاجم اللعيبه. انا بهاجم اللعيبه لان لو ما بتوش رجاله يبقى ما تستاهلوش تلبسوا تيشيرت نادي الزمالك اللي الجمهور بيتحرق دمه وبيتعب وبيتقرف. انا مش عارف اقول ايه ولا عارف اتكلم اقول ايه اصلا. والله ما عارف انا اقول ايه. سايب لي بره بيسو، سيف جعفر، عبد الله محمد، في شاب اسمه محيي جمعه جايبه مطلعه. طب ما بتلعبوش ليه؟ والله اقسم بالله انا لو لعبت بالناشئين لا اعمل مركز حلو في الدوري. والله كمان مره لو لعبت بالناشئين اعمل مركز حلو في الدوري. واحنا خسرنا حسين ياسر المحمدي، وافتكروا الكلمه ديت. خسرنا حسين ياسر المحمدي. هاتولي ما كان في الجهاز اللي فات، بس ما كانش له كلمه. ما كانش له كلمه. واحنا عارفين مين اللي كان له كلمه. اللي مشى دلوقتي وخد ابنه معاه. طب كنت خلي حسين ياسر دلوقتي موجود مع احمد مجدي ومدحت عبد الهادي وسوريو، اللي انا لحد هذه اللحظه مش مقتنع بسوريو والله مهما اتكلم عليه. بس انا شايفه يا اما القماشه اللي معاه مش كويسه، يا اما هو اللي مش قادر ينظم الدنيا في نادي الزمالك. ده كل اللي اقدر اقوله على سوريو. ولكن حسين ياسر هو عارف اللعبه دي لانه كان بيدربها، وعارف هو هينزل مين ويقعد مين. لكن مع احترامي للكابتن مدحت عبد الهادي، هو ما ضربش في قطاع ناشئين وعارف اللعبه دي نظامها ايه. مع احترامي للكابتن احمد مجدي، مدرب واعد وهيبقى له مستقبل كبير، بس ما عادش مع قطاع الناشئين ده. انا في الوقت ده عايز واحد من قطاع الناشئين يقعد معاه. عايز واحد كان بيدرب اللعبه دي. كارترون لما نجح ببعض الناشئين وظهر لنا بعض الناشئين كان معاه امير عبد العزيز، اخو كابتن ايمن عبد العزيز. طب امير عبد العزيز نجح ليه؟ علشان هو كان بيدرب العيال دي السنه اللي فاتت، السنه بتاعت الموسم بتاع كارترون. فهو عارف كان بياخد مين من تحت وبيحطه فين في الملعب، وكان هو اللي بيتكلم معاهم مش كارترون. فلو كنت عملت المساحه ديت لحسين ياسر المحمدي اقسم بالله كنا طلعنا شباب يهد نادي الزمالك ويكون فرقه قدام ونعمل مركز حلو في الدوري. ولكن انت ما اديتش مساحه لحسين ياسر المحمدي ومشيته، وفي الجهاز الجديد ما حطيتوش. فانا مستغرب الصراحه من ملف الكره اللي بيدير في نادي الزمالك، سواء من مجلس اداره نادي الزمالك او من المشرف على نادي الزمالك. فانا مش راضي انتقد مجلس اداره ومش راضي انتقد حد. انا عايز الزمالك ياخد مركز عشان العب كونفدراليه او العب دوري ابطال. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد متخاذل على تيشيرت نادي الزمالك.